مساء القرف. بصراحة ما ينفعش كلمة تتقال غير مساء القرف. لما يطلع علينا تقرير يقول إن في عدد 4 موظفين من أحد مدارس اللغات تعدوا جنسيا على 4 تلاميذ في مرحلة الكيجي، يعني بالظبط سنهم لا يتعدى ال5 سنين. والموضوع ببساطة وزارة التربية والتعليم مش هي اللي قالت لنا عليه ولا المدارس، لا أحد أولياء الأمور اكتشف إن ابنه ما بيعرفش يدخل الحمام لفترة طويلة جدا وحس إن فيه التهابات، بدأ يودي ابنه لأحد الأطباء المختصين اللي أثبت إن في علاقة جنسية بتتم مع الطفل. بدأت الأم تتكلم على الجروب بتاع المدرسة وتقول اللي حصل، فمع التحقيق في الموضوع يظهر إن في 4 أطفال تانيين بيعاني من نفس الحالة. بدأت إدارة المدرسة تدور بقى على مين اللي عمل الكلام ده. اكتشفوا إن 4 عمال من المدرسة اللي بيقوموا بالفعل المشين ده، كهربائي والفراش وعامل مخزن وأحد العمال الآخرين. طب أنا سؤالي للناس دي، انتوا بتستمتعوا بإيه لما تعملوا الكلام ده مع الأطفال الصغيرين سواء ولاد أو بنات؟ ما كل واحد يروح يتجوز، اللي مش متجوز يروح يتجوز، اللي بيعاني من مرض نفسي يروح يتعالج. ايه متعتك الراجل ابو شعر ابيض؟ لان الصور بتاعتهم ظهروا الناس اقلهم عنده 60 سنة، يعني الشعر الابيض الكامل والدقن البيضة دي انت بتتكلم حد فوق ال55 سنة. ايه متعتك في انك انت تتعامل مع طفل؟ وهو فين ادارة المدرسة؟ كل يوم وزارة التربية والتعليم عاملة تقييمات وامتحانات للتلاميذ والطلبة واخدنا في الدوامة. طب ما بتحافظوش على ولادنا ليه؟ طيب ايه الاجراء اللي هيتاخد؟ وزارة التربية والتعليم طلعت قالت لك احنا المدرسة دي هيبقى عليها اشراف مالي واشراف اداري. طب وبعدين؟ طب الناس دي هيتقدموا للمحاكمة ولا مش هيتقدموا للمحاكمة؟ طب الناس دي هتاخد اعدام ولا مش هتاخد اعدام؟ ما الطفل اللي كان تعدى عليه برضو احد المسنين اللي عنده 75 سنة خد 10 سنين، هو مش المفروض يتعدم؟ هو التعامل مع طفل لا حول له ولا قوة بالطريقة دي ازاي تعدي؟ منتظرين كلمة القضاء، ومنتظرين وزارة التربية والتعليم تاخد إجراءات، ومستنيين مديرين المدرسة والمدرسين والمشرفين اللي مفيش حد بيشوف شغله. لما 4 موظفين منهم فرد الأمن يتعدوا على 4 تلاميذ أو 5 تلاميذ، طب اتفقوا مع بعض ازاي؟ ولا كل حالة لوحدها؟ يعني كل واحد خد طفل، ولا هما ال4 ولا اتفقوا على الأطفال كلها؟ احنا محتاجين حد يطلع يتكلم. شكرا ليكم.